سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه عالم غزلان طه. في فيديو جديد، وصفه جديده، كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. عارفه راسي يعني غبت عليكم شويه، انا رجعت معكم مره اخرى ان شاء الله. الناس اللي عاد جداد كنتمنى انكم ديروا الاشتراك بالقناه والاعجاب بالفيديو، وما تنساوش بطبيعه الحال تفعيل الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد، وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصحاب. ودابا غادي ندوزو باش غادي نحضروا الوصفه ديال اليوم اللي هي الكالامار معمر. صراحه كيجي زوين بزاف، بقاو معايا يعني حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا مراحل تحضير هذه الوصفه. نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو في تحضير هذه الوصفه الكالامار منقي ومغسول مزيان، الحامض، كميه من القمرون، والفلفله الوان الا كانت عندكم. انا هنا اكتفيت غير بالفلفله صفراء، حبه وحده ديال البصله تكون مشلضه، والثومه، والروز مسلوق. هنا تقريبا عندنا كاس ديال العنبه، والعطريه بطبيعه الحال غادي تشوفوها معايا اثناء تحضير هذه الوصفه هذه. ودابا اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نصاوبوا لاصوص ديال مطيشه. غادي ناخذوا مقله، غادي نديروا فيها الزيت، يعني الزيت العاديه وزيت الزيتون، نخلطوهم بجوج. ودابا غادي نحك عليهم الثومه، وغادي نشعل عليهم البوطه، وغادي نخلي ديك الثومه كتقلى في داك الزيت، يعني حتى تطلق ديك النسمه ديالها، يعني ما تخليوهاش حتى تحرق، غير تطلق النسمه ديالتها. ومن بعد غادي نضيفوا عليها الصلصه ديال المطيشه. انا هنا درت مطيشه يعني جاهزه، تقدروا تضيفوا غير مطيشه محكوكه، ولا تقدروا تسلقوها وتطحنوها وديروها في هذه الوصفه هذه، حتى هي كتجي زوينه، يعني زوينه بزاف. مهم دابا غادي نخلطوا كل شيء، وغادي نضيفوا عليهم العطريه اللي غادي نحتاجو فيها الملحه والبزر فقط. يعني هادو هما اللي غادي ندير. غادي تجيكم غريبه شويه، ولكن صدقوني كتجي زوينه بزاف، خاصها غير طيب على خاطرها وتنشف يعني من الماء، ما تبقاش جاريه. وصراحه كتجي زوينه بزاف بهاد الطريقه هذه. هنا من بعد ما لاصوص ديالي طابت غادي نخليها على جنب، وغادي ندوز دابا باش غادي نصاوب العماره ديال الكالامار. غادي ناخذ مقله، غادي ندير فيها الزيت. انا غادي نخلطهم كيف ما العاده، خلطت الزيت الزيتون مع الزيت العاديه، ومن بعد غادي نضيف عليهم البصله، وغادي نخليها يعني تشحر شويه في داك الزيت. ومن بعد غادي نضيف الثومه. انا تحتف ليا هنايا يعني المقطع ديال الثومه، مهم يعني الطريقه راها باينه. ودابا يعني ضفت عليها حتى الفلفله، كيف ما قلت لكم من قبل، الا كانت عندكم فلفله الوان حتى هي ديروها. صافي، وفي الاخير غادي نضيفوا القمرون. ودابا غادي نضيف العطريه اللي غادي نحتاجو فيها بطبيعه الحال، الملحه، البزار، الخرقوم، يعني الخرقوم البلدي. وغادي نحتاجو العطريه ديال الحوت الا كانت متوفره عندكم. وغادي نضيفو التحميره. صافي، يعني هذا الشيء اللي غادي نحتاجو. غنخلطوا كل شيء مزيان ونخليوهم على جنب حتى يطيبوا. ودابا من بعد ما طابت لينا العماره ديالنا غادي نضيفوا قزبر ومعدنوس مقطعين، ونحركوا مره اخرى كل شيء مزيان. وفي الاخير غادي نضيفوا عصير ديال الحامض. ودابا مبقى لينا غير نضيفوا الروز ونخلطوا يعني كل شيء مزيان حتى داك الروز يشرب لنا ديك العطريه.
صافي غادي نخليو العماره ديالتنا على جنب حتى تبرد مزيان، ومن بعد غادي ندوزو باش غادي نعمرو الكالامار ديالنا. ودابا من بعد ما العماره ديالتنا بردات يعني مزيان، غادي ندوزو باش غادي نبداو نعمرو حبات ديال الكالامار، ونحاولوا اننا نعمروهم ولكن ما نكثروش بزاف، يعني فوق من القياس باش ما يتفرقعوش منين ندخلوهم الفران يطيبوا. يعني نديرو غير القياس، لان راكم عارفين الروز عاوتاني غادي واخا طايب راه مازال غادي تنفخ في الفران. اللهم ما نعمروهمش مزيان باش يبقى الشكل ديالهم زوين. صافي غادي نبقاو يعني غادي بنفس الطريقه حتى نكملوا حبات الكالامار ديالنا كاملين، ومن بعد غادي ندوزو نشوفوا المرحله الاخيره. ودابا من بعد ما عمرت الكالامار ديالي كامل، هذا هو الشكل النهائي ديالو. بتبقى ليا هاد الروز هذا ما نضيعوش. المهم دابا غادي ندوزو باش غادي نكمل الوصفه ديالي. غادي نجيب المول اللي غادي يدخل الفران، غادي نفرش فيه ديك لاصوص اللي كنا صايبناو من قبل. ملاحظه، هاد الوصفه هذه تقدروا طيبوها في الفران كيف ما يمكن لكم طيبوها غير فوق البوطه، ديروها في واحد المقيله وتستفوا فيها بنفس الطريقه، ديروا لاصوص لتحت ومن فوق الكالامار وديروها فوق البوطه طيب مده ديال من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، لان الروز طيب لاصوص طيبه والكالامار دغيا كيطيب، يعني ما ياخذش الوقت بزاف باش كيطيب. صافي يعني نفس الطريقه اللي غادي ديروا فوق البوطه ديروها فوق في الفران. انا مجرباهم بجوج والصراحه بجوج كيجيو زوينين وساهلين بجوج. ودابا من بعد ما كملت مبقى لي غير ندخل الكالامار ديالي يطيب مده ديال من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ومن بعد ندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهنا من بعد ما الكالامار ديالنا طاب، هذا هو الشكل النهائي ديالو. الصراحه كيجي زوين بزاف، كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. الناس اللي اول مره غادي تزور القناه ديالي كنتمنى انكم ديروا الاشتراك بالقناه والاعجاب بالفيديو، وما تنساوش بطبيعه الحال تفعيل الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد، وبارطاجيو هذا الفيديو مع العائله والاصدقاء. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده وتكون سهله كيف ما العاده، وبالصحه والراحه.